هنا دخل داخلي في مصر داخلي، وانت عندك وزير الزراعة الحالي، مش انا بكلمك عن تاريخ سابق، كان قبل ان يعين وزير للزراعة كان رئيس مركز البحوث الزراعية، وهو الذي قام بعمل او المركز عمل ابحاث ادت الى انه محصول القمح الفدان يطلع 4 أضعافه، فدخلت مباحث امن الدوله ومنعت البحث في هذا المجال. خلينا نقف في النقطه ديت. سعداء جدا ان عندنا حد من مرشح الرئاسه عنده وجهه نظر اقتصاديه يتحدث عن ان احنا المفروض مواردنا ما يبقاش يبقى ليها علاقه بالغرب، نقدر يبقى عندنا مواردنا الاساسيه. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونتحدث معه في فقره قادمه عن افكاره ازاي نجيب فلوس من جوه البلد، مش حاجه ليها ارتباط بالغرب. وجهه نظر محترمه جدا، وبحب الناس اللي هي بتفكر في الموضوع الاقتصادي لان هو ده مستقبلنا واملنا. كل وجهات النظر محترمه بس انت مش واخد بالك. كل وجهات النظر محترمه، ولكن بحترم اكتر الناس اللي بتهتم بالموضوع الاقتصادي لان دي مساله هامه جدا. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. دكتور حازم ابو اسماعيل مرشح لرئاسه الجمهوريه، ابقوا معانا. رؤيه اقتصاديه من مرشح الرئاسه دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل. نرجع تاني لنفس الرؤيه الاقتصاديه. انت قلت انا مش عايز مصر تعتمد على دول الغرب في دخلها اللي هو اللي جاي لها من بره. طب قول لي هتعمل ايه عشان تغير ده؟ انا طبعا كنت اتمنى والله ان يكون عندي وقت كافي، لكن انا طبعا احنا بناخد رؤوس موضوعات، لانه البرنامج الاقتصادي ده انا يعني عايز اقول لحضرتك مفاجأة، ده مش انا حطيته دلوقتي، لا ده البرنامج الاقتصادي ده انا بكتبه فعلا وحقيقة بقالي اكتر من 25 سنة بكتبه لنفسي. الثقافة الطبيعية من أيام ما الواحد كان طفلا صغيرا ويذهب إلى شرفة البرلمان ليرى المناقشات، فقاعد يجدد في رؤيته. لذلك أنا كنت أتمنى يبقى عندي الإمكانية أن أنا أطرح البرنامج كله، لكن أما وإنه إحنا أمام وقت قليل خليني أضرب لحضرتك يعني فكرة ومثل عليها عشان التبسيط. أنا أضرب لحضرتك فكرة بسيطة جدا جدا، ومن عجيب الأمر الفكرة دي أنا كتبتها بخط يدي سنة 94 وقدمتها يعني النهاردة 16 سنة أو 17 سنة، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. أنا دلوقتي بعاير الشعب المصري، بيعايرونا يقولوا أنتوا إنتاجكم قليل واستهلاككم كثير، وإنه الاستهلاك ده وكثرة الإنجاب هو اللي مضيع البلد. يا سيدي من أبجديات التفكير الاقتصادي أن الاستهلاك المرتفع أستطيع أن أحوله إلى قوة اقتصادية غير عادية. أمريكا وإنجلترا بيتقاس مؤشر استهلاك الناس، هو ده اللي بيرفع الدولار وبينزله. غير عادية. أنا النهاردة هضرب لك مثل بسيط جدا برغم أن الفكرة دي يندرج تحتها حوالي 20 نموذج. النهاردة لما أنا أبقى مصر بستورد 20 مليون سيارة مثلا، إيه ده؟ أنا بشتري 20 مليون سيارة؟ ده لو طلعت قرار من سطر واحد بس ولا يتعارض مع اتفاقيات الجاد بالمناسبة، وقلت أنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هستهلك سيارات في مصر إلا السيارات التي تنتج من مصانع على أرض مصر. هتجيلي مرسيدس وتويوتا وهونداي وبيجو ورينو، كله هيأتي إلى هنا يعمل مصانع هنا، لأن أنا عندي. لا أنا آسف. طب معلش أنا هكمل لحضرتك. اتفضل. ما هو انا الان اصل خلي بال حضرتك دي رؤيه، هو ما هو انا لا اطرح. انا شايفها ان وهقول لك وهقول ليه قول لي الاول. لا ما انت حضرتك عايز تكمل. هكمل اولا لان دي فكره. النهارده انا لما اجي استطيع ان انا اعمل هذا الكلام، ان انا اقول انا بشتري 20 مليون عربيه، تعالي يا مصانع اعملي بدل ما انت بتعملي في كوريا وبتعملي في الصين وفي الهند وفي غيره، تعالي اعملي عندي انا مصانع. هتأتي كل هذه الشركات زي ما بنقول بالمصري على ملو الشه، لأن أنا بشتري منهم كتير، هيقف اللي بشتري منهم. هتيجي الماركات العالمية عندي، وده معناه إن البطالة هتنتهي، وهعرف أشغل ناس، وهرفع الكفاءة الصناعية للمهندس هيشتغلوا مع الخواجات الحريفة، وهرفع الكفاءة الصناعية، وأنا لمركزي في وسط العالم أقرب لسوق شرق أوروبا، وأقرب للسوق العربي، وأقرب للسوق الأفريقي، وأقرب ل20 مليون مصري هنا. وهذا لا يضعف الصناعة الداخلية في مصر، لأن أنا ما عنديش مع الأسف ما عنديش، وبالعكس اللي كان موجود الحمد لله شطبوه قفلوه، كان آخرها دجان وشاهين ومش عارف ايه. كل سنة وانتم طيبين. الله،
طب ما أنا أستطيع بهذه القدرة التصنيعية اللي أنا مش محتاج أعمل أي ترقية صناعية أصلا، بس الفكرة دي أنا بطرحها كفكرة، إنما لما أجي أنفذها مؤسسيا. هناك من يعني افرض إن واحد زي حضرتك اعترض، واحد زي عمرو بيه اعترض، فلان اعترض، أي حد، أهلا وسهلا، المتخصصين يقولوا ونعالج. إنما أنا شايف إن ده حصل عنده رؤية يعني. بصفتي بعد إذنك يعني ممكن أقول لك أنت جايب رقم 20 مليون ده منين؟ مش جايبه، اعتبره غلط. تمام. عشان ما ادخلش في اصل خلي لا انا هقول لك ليه، لان انا اقدر اسيب الامور الكبيره وامسك في الحاجات الصغيره. المبدأ يعني يا محمد هو المبدأ. العربيات اللي انت حضرتك بتمشي في الشارع وشايف موديل 2010 كام عربيه و2011 كام عربيه مش مع واتوبيسات وغيره. لان ما تنساش ان اكثر من 50 الى 60% من السيارات المباعه في السوق المصري هي تصنيع محلي. تجميع محلي. تجميع في فرق ضخم جدا بين التجميع والتصنيع. طلع عربيه مصريه بقى. انا ده موضوع تاني كمان. بالظبط كده. انما بقول لحضرتك انما ما هو التجميع المحلي ده يعني خط انتاج. يعني شركات اجنبيه جايه تشتغل عندك وبتنتج لك طبقا لاحتياجاتك. ايه رأي حضرتك ان احنا نفرق بين تجميع السيارات وتصنيع السيارات طبعا. وتصنيع سيارة مصرية، ونعتبر ان كل فكرة منها فيجن حلم رؤية. ماشي، ادينا مثال تاني. فهمنا وجهة النظر صح او غلط، ده موضوع زي ما الشيخ بيقول انه نحطه يعني في مؤسسيا. مفيش حد يقول فكره. انا مش زي ما التقرير اللي كان بيقول انا لا جمال عبد الناصر ولا انور السادات ولا حسني مبارك ولا واحد يطلع في ذهنه فكره ولا وزير كل حاجه ناشك فيها. المساله عباره عن فكره تعرض على مؤسسات الدوله. انا لازم اعمل. هو انا لما اجي اعمل فكره زي دي مش يطلع من لها مليون اثر جانبي؟ كفايه بقى شغل ان وزير ورئيس يطلع قرار فكره وينفذ، انما انا في حدود امكاناتي عندك الحلم ده. قول لنا فكره تانية. هو طبعا احنا مش مساله افكار مفرده، لان انا برضو مش عايز ارجع، لكن انا عايز اقول لحضرتك رؤيه ان الاقتصاد يكون من الداخل. اضرب لحضرتك مثل في منتهى الخطوره. انا عندي مصر فيها كليات زراعه وكليات الزراعه فيها قسم اسمه قسم الاراضي والمياه. في اجماع بين اساتذه الاراضي والمياه في كليات الزراعه كلها ان خزان المياه الجوفيه الموجود في الصحراء الغربيه يكفي ان يزرع مصر لمده قرن من الزمان. قالوا كده فعلا وزياده، بعضهم قال قرن ونصف، بعضهم قال قرن، ويورد 4 أصناف خضار وفاكهه ورز وقمح حسب الزياده السكانيه. وهذه الشركات تربح، شركات استصلاح الأراضي القطاع الخاص تربح أرباحا هائلة. وشوف الأراضي بتاعت المغربي وجمال مبارك وعلاء مبارك في بحيرة وغيره. شوفوا المسألة معروفة. لو احنا بس لو مصريين بيمشوا في الشوارع ويقابلوا الفلاحين والمحافظات كانوا يشوفوا هذا الكلام. مش هذا الكلام ايه اللي بيخلي برغم ان الشركات دي بتكسب ما بيزرعوش الصحراء الغربية تطوعا من غير اي حاجة غير ان هم يتقدموا. فوجئت وعبر الميزانيات اللي بتعرض على مجلس الشعب طول السنوات ان كل ما يتجه رأس مال اكتر لاستصلاح الاراضي يروحوا عاملين اعفاءات اكثر في المجالات زي مجال السياحة اللي هو تحت اللي من عند الاجانب، علشان تنصرف رأس المال عن الزراعة، عن الحاجة اللي تطلع من بلدي للحاجة اللي بتجيلي من بره. فالنتيجة ان الصحراء ما عدا يمكن اراضي التابعة للأديرة دي بتتزرع، انما فيما عدا ذلك صحراء جرداء. طب مزرع. ولذلك لما جاي يعرض مسألة ممر التنمية ده ممكن يطلع احسن مشروع في الدنيا وممكن يطلع اوحش مشروع في الدنيا، لان ده مش مشروع اقتصادي ولا مشروع، ده مشروع تنموي. ولا تنموي بس، ده له بعد للامن القومي رهيب، بعد غير عادي. لان خزان المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه ما بيستعوضش الميه بتاعته. لما بتاخد الميه منه ما بيطلعش ميه بدلها، ولذلك دي تعتبر كنز استراتيجي لازم لو فرطنا فيه. لو استهلكته غلط يبقى ضيعت راس مالي. وفي نفس الوقت قد يكون تكريس محتاج نظره امن قومي جيش، لانه ده بيقال انه انا عندي ما بين دارفور اللي مطلوب فصلها عن السودان وما بين اول ميناء تصدر بترول دارفور على البحر المتوسط هو ممر التنمية ده. هل يا ترى هذا الممر مقصود به جانب عسكري
جانب استراتيجي ولا لا. فانا لازم ادرس الموضوع مؤسسيا، مش واحد يطلع فكره، لازم اطلعها اقتصادي تنموي واطلعها امن قومي. ايه رايك في عدد الناس السياحه؟ مالها السياحه؟ قول لنا على السياحه ونظرتك الى السياحه. انت بتتكلم على اللي جاي من الغرب. السياحه زي ما انت قلت دلوقتي بيروحوا عاملين لهم حاجه في السياحه اللي هي اساسا معتمده على الغرب ولا؟ انا حضرت اول مؤتمر لوزراء السياحه العرب، وهذا المؤتمر اول مؤتمر لوزراء السياحه العرب طرح فكره لا فيها بقى اسلاميين ولا اخوان مسلمين ولا سلفيين ولا ناس بدقن ولا الكلام اللي بيطلعوه الظاهره التلفزيونيه الطالعه حاليا دي. قالوا ان احنا بصرف النظر سياسيا، قالوا احنا بصرف النظر عن اي شيء، احنا بلاد مهدده ان احنا بنلم فلوس الشعب نجمدها في منشآت سياحيه، قريه سياحيه، مطار سياحي، مش عارف فندق، مش عارف باخره كذا، نجمد، وبعدين علشان تيجي فلوس للفلوس اللي جمدناها لازم رضاء الدول الغربيه كلها والا يوقفوا لنا الحال. فكانوا بيناقشوا فتح اسواق جديده للجانب الآسيوي، وفتح أسواق للسياحة البينية العربية، وفتح أسواق للسياحة العلاجية اللي ممكن تدخل لمصر ذهب. النهاردة واحد بيحصل له مشكلة في السعودية بيروح مستشفى في الأردن ولا يأتي إلى مستشفى في مصر. النهارده واحد في القاهرة بتحصل له مشكلة يسافر في مستشفى في الأردن ولا إنه يتعالج في القاهرة. الأردن أكثر تقدما من مصر في مستشفياتها بمراحل. طب ما أعمل سياحة علاجية أقدر أجيب بيها فلوس الأفارقة والعرب وغيره. احنا بنتكلم على السياحة اللي أنت بتتكلم عليها كدخل، اللي هي السياح عايز يجي يستمتع بشاطئ، عايز يشرب. 75% من السياحة اللي موجودة في العالم هي سياحة شواطئ. جميل جدا. أنا ليه ضربت لحضرتك مثل بالمؤتمر السياحة العربي الأول، وأنا بذكر بالخير بعض وزراء السياحة العرب الحقيقة المحترمين، يعني قال كلام والله لو أنا اللي بقوله، وأنا هو راجل يعني دقن وشغلانة، إنما ما أقولش كلام بهذه الوطنية الرائعة اللي قالها. هو لأنه رأى ده، شاف اللي حضرتك بتقوله ده، بدأ يتكلم عن أسواق تحترم ده. يعني قال لك طب ما أنا عندي في آسيا مثلا على سبيل المثال مليار مسلم، طب ما أنا المليار مسلم دول ما خليهم يجوا هنا يحترموا عاداتي وتقاليدي ويعيشوا. مليار مسلم دول ما بيجولكش هنا، مليار مسلم دول بيروحوا فرنسا وبيروحوا باريس وبيروحوا اسبانيا بالأرقام. عشان كده أنا قلت المسلمين ما بيحب الحقيقة ما بيحبوش يروحوا بلاد بعض، المسلمين بيحبوا يروحوا البلاد الغربية. عشان كده فرنسا فيها 60 مليون سايح، واسبانيا فيها 70 مليون، وبريطانيا فيها 60 مليون. عشان كده برافو. عشان كده انا قلت لحضرتك ان مؤتمر السياحة العرب ده كان معمول علشان كده، علشان يقول احنا ما بنشتغلش فدول ما بيحبوش يجولنا. انما شرم الشيخ لما كانت مع اسرائيل الناس كانوا بيروحوا لها، ليه لما تبقى مع مصر ما يجولهاش؟ فهم بيشتغلوا. انا معاك اللي بتقوله مظبوط، بس انا شغلتي كدولة ان انا اشتغل على ده عشان تيجي سياحة. غير التنويع، بس السياحة الاساسية هي سياحة اوروبيين ما عندهمش شمس، في اوقات معينة بيجوا لك هنا عشان الشمس. على فكرة انا مصمم اجاوب على سؤال حضرتك ده، ما تخافش، انا مش هسيبه، لانه ده انا اللي هو لا احنا مش هنسيبه شياض اللي هي وهجاوبك عليه اجابة صريحة جدا. انا اصلي داخل الموضوع ده مخصوص علشان أصادم التمييع في الأمور، وأنا أحذر من خلالكم لو سمحتوا لي، أحذر الناس، أي واحد يتقدم إليكم بعبارات تحمل إرضاء للطرفين أو تحمل الوجهين، حتى لو قال كلام صح ما تنتخبوهوش، لأنه دي قدرة على إنه يقول العبارة، إنما عند التطبيق لازم يحصل. أيوة لازم. أنا بقى مش بعمل كده، أنا أرى إنه الحرام حرام، أنا عبد وأنت عبد. هو أنت بتناقش ربنا ولا عبد؟ أنت عبد لله، عبد لله. فإذا قال عن شيء حرام مش هجيب ناس بمايوهات أو ناس العين المايوهات كمان يمشوا في قرى العراة، مش ممكن. ده مش الشرف المصري، مش الشرف المصري، فضلا عن أنه مش العقيدة الإسلامية. إنما أنا بكلمك أن البدائل المتمثلة في السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية والمؤتمرات وسياحة الحفلات الفنية وسياحة مليون نوع من أنواع السياحة
يمكن أن هو يعطي العوض. بل أنا لو استطعت في هذه المدن أن أنا أعمل شواطئ ما عدا شواطئ خاصة تستأجر بصفة خاصة، واحد جاي قال لي أنا عايز استأجر شاطئ خاص، خلاص روح اقلع بقى هناك شاطئ خاص أنت حر. فهعرف أحفظ شاطئ خاص يا مولانا. ده أنت عارف السائح اللي بيجي من بره ده بيدفع كام في ال7-8 أيام عشان أنت متخيل إن يبقى عنده فلوس يجيب شاطئ خاص؟ لا، ما هو اللي مش هيدفع السائح يا سعادة البيه، هو مش هيجي واحد فرنساوي يدفع شاطئ خاص، هو هتبقى في وكالة سياحية بتعمل شاطئ خاص لرحلاتها. وليه الاختراع ده؟ يعني العالم كله السياحة فيه بطريقة، وانت في مصر هنا هتعمل سياحة جديدة. لأنني مسلم أأبى على كرامتي ان الست تقلع قدام كل الناس يتفرجوا عليها. يا سيدي اللي مش عايز يبص ما يروحش. ده كلامك مش كلام الإسلام. الإسلام يحرم، انما حضرتك قد ترى يعني لا مش بيحرم ليه، هي مالهاش دعوه، هي الست دي خلاص. اذا العلماء قالوا ان هذا حلال اهلا وسهلا. حلال ايه؟ الست دي مالهاش دعوه بحلال وحرام، دي فرنسويه ولا روسيه؟ انا حاكم يا اخي ممنوع تدخل، انت ما تخشش، ما تدخلش المصريين الشواطئ دي، المسلمين ما يخشوهاش. طيب هذا قولي وهذا قولك. انا بزعم انه شعب مصر لا يقبل ان يكون على ارضه قرى للعراة. مفيش قرى للعراة. عراة مين قال ان في قرى؟ فين ده؟ قول لنا نبقى نروح نتفرج. هو ده الحديث. لا انت تروح تتفرج انت حر، لكن يا دكتور هو ده الكلام اللي احنا كسياسيين، يعني حضرتك قلت 3 حاجات دلوقتي. الليبراليه ساعه ما سالتك انت قصدك ايه على الليبراليه، ثم الان انا ارفض ان يكون في بلدنا قرى للعراة او شواطئ للعراة. مين قال ان مصر فيها شواطئ للعراة؟ طيب لحظه، وكيف ينقل هذا؟ وزي الشذوذ زي ما قلت برضو الشذوذ، هذا هو الحديث اللي انتوا بتوجهوه للناس، انتوا بتخوفوه من اي سياسي تاني مش مربي دقنه. ايه رايك في مبدأ فصل الخطاب، الحاجه الحاسمه؟ تمام. مش دي قناه رائعه ومحترمه وبرنامج هايل؟ ايه رايك اروح انا وحضرتك ومعانا كاميرات وندخل الى اماكن انا عارفها ومعلنه، بل الشواطئ العامة، ونصور ما نراه طبيعي. وأنا بقول لحضرتك لو قدرت تعرضه على شاشة التلفزيون للجمهور دي هتبقى حاجة عظيمة جدا، يبقى 1-0. وإذا عرضته وقلت إن هو ده اللي أنت عايزه وأنا هقول ده مش اللي عايزه والناس تختار. أنا لا أقبل أن تأتي امرأة عارية الصدر عارية الثدي تمشي في البلد عندي واعتبر ان ده حكم اسلامي. ما حدش يقبل. ايه الحكم الاسلامي؟ مين قال ان في حكم اسلامي؟ احنا ما عندناش حكم اسلامي. مين قال ان عندنا حكم؟ مين اللي قرر الفرضيه دي؟ استاذ طارق، استاذ اسف سيد يا فندم. استاذ سيد فعلا. استاذ محمود. انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما نكمل عشان محمود زميلي من زمان. حضرتك بقى تبقى رئيس هنقول ايه؟ الشيخ الرئيس ولا الرئيس الشيخ ولا؟ ما عرفت تقابلني اساسا اصلا ما انا عارف. لا ما هتدخلنا السجن بقى. لا انا مش ناوي نعود الى السياحه. وبعدين انت صديق قديم طبعا، يعني احنا بقالنا كان في التلفزيون يعني كانت معانا هنا في قرب يعني من زمان الحقيقه، وحلقات 11 جميله سنة.